الخوف من الامتحانات؟ أيوة، الكلمة دي لوحدها تكفي تخلي قلبك يدق وتفقد تركيزك. بس خليني أحكي لك حكاية طالب اسمه كريم. كريم كان طالب عادي، مش الأول بس مش مهمل. كان بيذاكر، يتعب، يسمع كلام الناس. شد حيلة، ذاكر كويس، الامتحان قرب، وهو كان بيحاول. لكن أول ما يدخل اللجنة ينسى كل حاجة. القلم يقع، قلبه يدق، ودماغه تفضى كأنها صفحة بيضاء. وكان يقول لنفسه: هو أنا غبي ولا إيه؟ بس الحقيقة كريم ما كانش غبي، كريم كان خايف. وفي يوم بعد امتحان الفيزياء خرج من اللجنة وعينيه فيها دموع، مش لأن الامتحان كان صعب، لكن لأنه ذاكر، اجتهد وتعب، وبرضه الخوف كسب. وقتها حصل التحول. كريم قال لنفسه: الخوف مش هينتهي لو ما فهمتش أسبابه. بدأ يسأل، يقرأ ويدون، وساعتها عرف الأسرار، أسرار التفوق الحقيقي. السر الأول: الفهم هو السلاح الحقيقي. كريم وقف قدام المراية وقال: أنا مش آلة حفظ، أنا بني آدم. بدأ يحول كل درس لقصة، وكل معلومة لسؤال وجواب. ولما فهم، الخوف قل والثقة زادت. السر الثاني: الخوف طبيعي، بس لازم تروضه، ما بقاش يهرب منه. بدأ يواجهه كل يوم، يتنفس ببطء، يعد ل4، يخرج النفس ل4، يتخيل نفسه داخل اللجنة وهو هادي ومسيطر. ولما عود عقله على المشهد بقى هو القائد. السر الثالث: المذاكرة الذكية أهم من الطويلة. بدأ يستخدم طريقة بومودورو، 25 دقيقة تركيز و5 دقائق راحة. وفي الراحة شوكولاتة، نكتة، دعوة حلوة، المهم عقله ياخد نفس. السر الرابع: المراجعة بطريقتك. انت كريم قال: أنا هراجع بطريقتي. رسم، لخص، سجل صوته، وساعات شرح لنفسه كأنه قدامه جمهور. كل معلومة شكلها بإيده، ولما عمل كده ما نسهاش. السر الخامس: النوم مش كسل، ده ذكاء. بطل يسهر للصبح، نام بدري وصحي مرتاح، لأن النوم بيفلتر المعلومات ويخليها تثبت في دماغه. السر السادس: اشرح لغيرك حتى لو للحيط. كريم بقى يشرح لأخوه الصغير، ولما ما يلاقوش شرح للمرآة. وكان دايما يقول: لو قدرت تشرح لحد يبقى فهمت بجد. وفي الامتحان اللي بعد كده دخل وهو حاسس بتوتر. أيوة، بس المرة دي الخوف ما كانش سايق، كريم هو اللي كان سايق. خرج من اللجنة وهو مبتسم، مش لأنه عرف كل الإجابات، لكن لأنه أخيراً عرف نفسه. لو أنت زي كريم، خايف، قلقان، مش واثق في نفسك، فصدقني ده طبيعي. بس الفارق الحقيقي مش إنك ما تخافش، الفارق إنك تواجه وتفهم وتشتغل على نفسك بذكاء. الامتحانات مش نهاية الدنيا، هي بوابة، ومفتاحها في إيدك أنت. لو عجبتك القصة اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن اللي جاية أقوى. وافتكر دايماً: الخوف لحظة، بس التفوق قرار.